عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اخوكم ابو شاهين، وهذا حسابي الرسمي وحساب الرسمي الثاني ابو شاهين الطيارة 469. كل اللي ينزلون فيديوهاتي على راسي، بس تفتح لايف بالليل وتقول انا ابو شاهين، هاي ما مقبولة. لا تقلب الكاميرا، طلع وجهك، مو هاي سالفتنا. شباب، يوم من الايام كنت يم السفارة العراقية بفرانكفورت القنصلية، واستاذ علي بالسفارة يعرف الجاي يسولف. اباوع هليكوبترات على البرج اللي يم السفارة. شكو سألت ولد قال هنا جاي براد بيت وانجلينا جوليت بوقتها. جانا ممثلون بوقتها الفيلم اللي مثلوه بدبي، حلقات وحلقات من عنده مثلوها بفرانكفورت على البرج. اكو واحد تطلع من السفارة يصير قدامك البانهوف المحطة مال القطار من هنا تركي، يبيع شوربة عدس وهاي السوالف. كنت واقف يمه، قالوا اجت انجلينا جولي صارت ركضة بالمطعم، قال له اجت الممثلة العالمية. انا كنت قاعد اكل شوربة بوقتها. قاعدة قدامي يمها 4 بودي جاردية افريقيين، كل واحد راسه هالكبراته. واحد من عندهم يخوزر بيه، ظليت اباوع عليه. هي باوعت عليه، قالت له، حكت وياه بالانجليزي وقالت له ليش تخوزر عليك؟ كان يقول لها قاعد يباوع عليك. قامت وبوقتها استوني شربت انا شوربه، اشربها شرب مو يعني بالخاشوقه. اكو هنا عدس صاير على شوارب بوقتها، ما كنت منتبه. اباوع انصدمت انجلينا جوليت ويطبت براد بيت، هو زوجها يصير. هسه راح تسالني تقول لي ليش اعتزل من الفن، راح اسولف لك ليش. ويطبتها كانت تقوم بالكلينس تسوي لي هيك، وخرتها من عندي والله العظيم يا شباب، وقالت لي اياها بالانجليزي بيوتيفول، انت جميل. قلت لها انا بوقتها ثانك يو. طلعت كان ابو المطعم جاي يحاسب، كان يقول لي هذا الرقم مال انجلينا جوليت. اتصلت عليها راسا، قلت ادي اشوفه هذا ناصب علي، قلت راح تتصل عليها قدامك. اتصلت عليها، اسمع براد بيت قاعد بصفها بالفندق، قالت لي تعال لفلان لهنا لفلان مكان. هاو ار يو، يعني تقول له انت ايش تشتغل؟ تعال لهنا لفلان مكان. رحت عليها بباب الفندق، براد بيت من فوق مدندل باير يريد يتشيت، والعالم ما يقدرون ينقذونه، ناس مقسومين نصين، نص يقول هاي لقطه مال فيلم، ونص يقولون صدق يريد ينتحر بوقتها. من طلعت بالتلفزيون محاوله انتحار براد بيت في فرانكفورت، واسمعه يصيح شتاب شتاب، يقولها يعني سد حلقك سد حلقك، منين طلع عنا هذا؟ احنا ممثلين متزوجين. وهي قالت له لوف مي، يعني انا احب هذا الشخص. قالت لبراد بيت انا حبيت هذا الشخص. شباب طبيت وياها للفندق، براد بيت يقول لي املاكك كلها اسجلها باسمك، بس لا تكتر رجولتي وتسوي هذا الشيء قدامي. اذا تريد مستعد انا اطلقها اسبوع تتزوجها، وراها نرجع على مود بس ما ينهجم البيت. قلت له براد بيت انا ما اسوي هذا الشيء. قال لي انت منين؟ قال لي اياها بالانجليزي. لحظه، where are you from؟ يعني انت من اي بلد؟ قلت له I am from Iraq. شباب رأسا نزلت دمعته، براق بيت رأسا نزلت دمعته، حضنا واختلطت العطور مع بعض. اباوع على انجلينا جوليت تقول له ها هم انت حبيته توازيت وياي؟ طلع هو عند ذاك الموضوع يدور ولد. قال لها لا انا مو هذا الشيء، مو انا انعجبت بيه اريده هو الي، بس انا قال له موقف ما ينسي بحياتي. شال له جنطه دبلوماسيه شباب 10,000 كله ضباط عشرات مصفطه، 10,000 دولار على 10,000 دولار، 10 بصف 10 حسبتهم طلع 2,500,000. وزعت الفلوس للفقراء اللي بافريقيا، وطلعت هاي القصه بوقتها متبرع عراقي من المانيا، بس انا ما قبلت يذكرون اسمي. وزعت فلوس لافريقيا، بيومها قاموا يطبخوا لهم وراح وياهم، راح يطبخ لهم بنفسه. الشيف الموجود بتركيا، الشيف الموجود بتركيا يعرف الجاي اسولف، هذا اللي يضحك ويطبخ. هذا سلمت الفلوس راح وزعها، قال اذكر اسمك؟ قلت له لا. تحياتي للجميع.